طيب يا جماعه بدل كده ميت وكده ميت، خد التقيله. حلاق محمد صلاح في ليفربول لا مؤاخذه بسكليته. الواد ده خلاص اتنفخ رسمي، ده بقى بتاعنا احنا دلوقتي. مش انا اللي بقول، هو اللي اعلن على صفحته وصفحه المحل ان هو بيدعم لا مؤاخذه الناس الشمال، وان هو بمناسبه الموسم الجديد عامل لهم عروض. انا اللي كنت فاكرك نينجا طلعت ترتر. بس شهاده الله من ساعه ما المحل اعلن دعمه للناس دول، محمد صلاح ما بقاش يهوم المحل، او ما بقاش ليه صور كتير زي الاول على البيدج بتاعت المحل على الانستجرام. الله عليك يا فخر العرب، انا مو صحيح بس راجل قوي. طب ما تيجي تركب. اركب ايه؟ لا انا ما بركبش. على عكس لعيبه ليفربول اللي بايتين هناك، الدوري بيضيع يا جماعه، حد يشوف لنا هالاند بيحلق فين؟ استرها معانا يا رب. ومن هنا ومن هذا المنبر بقول للحلاق الخواجه دوت، بعد اذنك شيل صور ابننا محمد صلاح من على الصفحه، عشان ما ينفعش صور تتحط جنب الصور اللي خلينا نتكلم في المهم. لو فكرت تعمل سيرش عن شعر محمد صلاح بالانجليزي او بالعربي، هيطلع لك صفحات كتير جدا بالانجليزي مهتمه بس بقصه شعر محمد صلاح، سواء على تويتر او انستجرام او فيسبوك. طبعا السيرش بالعربي يطلع لي ازاي تعمل قصه محمد صلاح في البيت. مني فقد الذاكره يعني، انتوا بتبهدلوني بالشكل ده. موقع انترناشونال عمل تقرير طويل عريض عن محمد صلاح، او بالتحديد او التطور الطبيعي لشعر محمد صلاح من ايام ما كان في المنتخب الاولمبي، مرورا بالانديه الكتير اللي مر بيها، بازل السويسري، تشيلسي، فيورنتينا، روما، لحد ليفربول. بس الازمه الكبيره ان انا ما لقيتش المقاول العربي. مش عارف انا كان عشان كان هينزل درجه ثانيه ولا ايه، ده سقاب الجبل يا جماعه. على العموم ده كانش العشم ده انترناشونال، طول عمرهم غاويين لكن مفيش بخت. محمد صلاح مع دخلة كل موسم بيعمل قصة شعر جديدة، بيعمل حاجة زي ريفريش عشان يخش الموسم فايق، سواء في شعره أو في دقنه، بيعمل نيو لوك جديد. وبعض المواقع بدأت تربط قصة شعر محمد صلاح بأحداث معينة، أو إن هو بيوصل رسائل معينة للمنافسين. الصفرة أحلى مسا عليك يا الصفرة يا اللي شاغلة بالك بيه. مش أعمل برضه اللي في دماغي، أخليك تموت بحسرتك. تعال اشربي بيبس. حاجه كده زي جمعه الشوال، تخيل كده يعني ليفربول يفوز بالدوري العام ان شاء الله يعني من غير مقاطعه، نلاقي الصوره لمحمد صلاح مع كلوب ماسك علبه الصبغه وبيوصل رساله للسيتي يقول لهم شكرا على حسن تعاونكم معنا. ورغم ان جماهير ليفربول اعلنت على عدم تفاؤلها بشعر محمد صلاح او بالصبغه الجديده اللي عاملها محمد صلاح على صفحات كتير من صفحات ليفربول سواء تويتر او فيسبوك، الا ان مستوى محمد صلاح ما اتغيرش، واللي اتغير هي اضافه مهام دفاعيه جديده خلته يتراجع عن احراز الاهداف. والله الراجل ده بيتكلم كلام